الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عذاب بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تسروا إنما هم مصلحون ألا إنهم هم مفسدون ولكنهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بهم وتركهم في ظلم لا يبصرون ثم بكم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلم كان يستحضر ما كابده في الدعوة إلى الله وتبليغ أمر الله وإخراج الناس من بوتقة الاحتلال إلى سعة الدين والاستقلال وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أما بعد
فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات عباد الله، حينما يقرأ الإنسان التاريخ فإنه يستفيد درسين رأسيين ثابتين. الدرس الأول بمآل أهل الاعتداء في هذا الشهر بالضبط، وفي اليوم 11 منه يحتفل الشعب المغربي الأبي بذكرى من أغلى ذكرياته العظيمة، ألا وهي ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال والخروج من بوثقة وأغلال الاحتلال. فماذا تعني لنا هذه الوثيقة؟ رابعا أن نتعلم ينصر المظلومين ولو بعد حين. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نالوا مقصودهم. قال ربنا عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، إلى قوله تبارك وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة مع أميرهم ولو أنه في المنفى نصرهم الله تبارك وتعالى. قال ربنا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة الكرام وآل النبي بالتمام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. وفق اللهم أميرنا الهمام أرحم الملكين، اللهم طيب ثراهما واجعل الجنة مرقدهما. اللهم أقر عيني مولانا أمير المؤمنين بولي عهده مولاي الحسن وشد أزره بسلوه مولاي رشيد. احفظ اللهم نصرة الملكية الشريفة، احفظ اللهم هذه البلاد المغربية. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأصحابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسق عبادك وبهائمك واشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك واشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم اسق الغيث ولا اجعلنا من القانطين. اللهم اسق الغيث ولا اجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله الغفور الرحيم. لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو الحي الذي لا المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى سبحان ربك بسم الله الخطبة. من لم يشكر الناس لم يشكر لله. هذه المحسنة المباركة لبلاد هذا الشام ماشي هذا هو اللون من المساجد، وإن شاء الله غادي في المساجد إن شاء الله. هذه كتذكرنا بما قدمته الصحابيات وبالمغربيات. عندنا نماذج فاطمة الفئرية سميتو مولود المسكيتية ومجموعة اللي بناو مساجد وبناو مدارس. إذا هذه المرأة ونحن في هذا المسجد كنطلب الله عز وجل يوفق هذا لمن يحب ويرضى، ويحفظ الله عز وجل من كل سنة مكروه. الله يبارك فيها ويبارك لها في حياتها، ويبارك في الحج طه وهاني لطفي على هذا العمل ليلا ونهارا. وهذا المدارس وما حفظ القرآن الكريم وهذا ليس غريبا للمغرب، فهم يقتدون بأمرائهم الذين هم من سلالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأول راعي لذلك هو أمير المؤمنين، يرعى المساجد، يرعى المدارس، يرعى الطلبة، يرعى طلبة العلم في جميع التخصصات وفي جميع المجالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر لنا من أمثال هذه المرأة، أن يجعل حياتها كلها طيبة وأن يجعلها مباركة. فقد كفاها أنها تبني بيتا من بيوت الله لتصلى فيها الصلوات لله ويقرر فيها كتاب الله ويدرس فيها العلم فهذا خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر لنا من أمثالها وجزاه الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بالحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.